باذن الله حاله هدوء ما بين بعد البيان ده ما بين نادي الاتحاد السكندري ونادي سموحه، وناديين كبار طبعا في الشارع السكندري، ونتمنى ان شاء الله باذن الله الهدوء. المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه، مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا بسيادتك. ازيك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ كابتن سيف الله يخليك. يعني كان الحقيقه النهارده نادي الاتحاد طلع بيان، وكان معايا الدكتور محمود مشالي، وهم يعني واضح ان في خلاف ما بين نادي الاتحاد ونادي سموحه، وانا الحقيقه يعني في حديثي معاه قلت له ليه ما فيش جلسه يعني تجمع حضرتك ما بين المهندس فرج عامر وحضرتك والامور تهدى شويه. ما فيش اصلا خلاف خالص ولا في موضوع اساسا. انا حتى مش عارف يعني ايه معنى البيان ده، وانا مش فاهم البيان ده ايه ولا فاهم ايه الموضوع منه، طبعا مع الاحترام طبعا لكل الاطراف. وده كلام تحريضي مش مفهوم منه اي حاجه يعني بعد اذن سيادتك، ولا اصلا في اي مشكله ولا اي خلاف ولا اي شيء اطلاقا. هو اللي انا فهمته او اللي انا فاهمه، انا ما قريتش طبعا البيان ولا مهتم طبعا بهذا الكلام، لان طبعا الواحد مركز في عمله ومركز في اللي هو بيعمله. في واحد لاعب في المنصوره اظن الاتحاد راح يعيره، اللي هو محمد شاهين ده. احنا سموحه مضيه بقى له شهر او شهر ونص، واخد بال سيادتك، والاتحاد عايز ياخده اعاره، وطبعا هو ده هيجي سموحه السنه الجايه، فاحنا ملناش اي سلطه عليه خالص دلوقتي. يعني بعد اذنك ده ملناش اي سلطه عليه دلوقتي، لان هو ده بيلعب في نادي المنصوره، فالمنصوره هي صاحبه الحق مع اللاعب لحين انتهاء عقده للسنه القادمه. السنه القادمه لو ربنا اراد هينتقل من المنصوره الى الاتحاد بموجب ان احنا تفاوضنا معاه في الفتره بعد يناير، ووقع لنا على السنه الجايه الشهر اللي فات اللي هو في واحنا بلغنا المنصوره وبلغنا اتحاد الكوره بهذا التفاوض. دي حاجه. الحاجه الثانيه ممكن يكون على في لاعب عراقي كان بيلعب في السعوديه، عراقي امجد راضي. اولا اللي حصل الاتي ان اللاعب ده اتعرض علينا عن طريق واحد اسمه اعتقد وليد سماكه، هو الوكيل بتاعه، واتعرض على نادي سموحه، واحنا ما عندناش اي خلفيه على اي حاجه اطلاقا. لما ابتدى يبقى في كلام اتضح ان الاتحاد السكندري على ضوء علمي يعني كان بيتفاوض معاه مع واحد اخر خالص، وحتى اللاعب ده ما ردش على الموضوع خالص، لان اللي كان بيتفاوضوا معاه ده مش وكيله، ومفيش اي قريب او بعيد خالص على الاطلاق بخصوص هذا اللاعب مع نادي الاتحاد. واللاعب ده اللي انا عرفته برضو اللي كان معروض عليه مبلغ، المبلغ ده اصلا اللاعب ما ردش، يعني اصلا اللاعب ما ردش لا بالقبول ولا بالرفض، لان المبلغ ده ما يتناسبش اطلاقا مع امكانيات اللاعب. واحنا لما اتعرض وكان النقاش كله من خلال ناس ما لهمش اصلا علاقه بهذا اللاعب، لكن سموحه اتعرض اللاعب من خلال وكيله والتفاوض من خلال وكيله، واللاعب ابدى رغبته ان هو يجي نادي سموحه، والتفاوض تم من خلال الوكيل الخاص بهذا اللاعب. لكن ما فيش اي مفاوضات تمت بين الاتحاد وبين اللاعب، ما فيش اي رد من نادي الاتحاد او اللاعب ده ما ردش على نادي الاتحاد او حصلت اي نقاشات تمت اطلاقا. بالعكس احنا عمرنا سموحه ما بيتخطى حد ولا بيتجاوز حد ولا اي حاجه. يمكن حضرتك تفتكر الواقعه بتاعت محمد حمدي زكي لما كان موجود في نادي سموحه، وبعدين طلع حكم على الاتحاد. طبعا النادي الاهلي وسموحه تجاوبوا جدا مع هذا الموضوع، والاهلي سدد المبلغ اللي هو كان مفروض على اللاعب برضه بالتنسيق معانا، وتم الموضوع بمنتهى السلاسه واليسر. فاحنا اول حاجه ملتزمين جدا، غير كده منضبطين جدا. لما بنتكلم مع حد بنتكلم من خلال اللاعب، من خلال الوكيل الرسمي بتاعه. الحمد لله علاقتنا الحمد لله واضحه جدا، سواء مع الانديه سواء مع اللاعبين، ملتزمين الى اقصى درجه من الالتزام. ما بندخلش في صراع مع حد، ما بنعلقش مثلا لا قدر الله عدم نجاحنا او سقوطنا او نجاحنا على حد اخر، لان دي منظومه عمل ملناش دعوه. وبعدين اي لاعب في الدنيا ممكن يكون معروض على كذا نادي. طب ما احنا شيكاتارا ده اللي كان الزمالك بيتفاوض معاه كان قريب جدا ان هو يجي مثلا سموحه، وكان الزمالك بيتفاوض معاه
يعني واحنا ما كناش نعرف الا لما لقينا الكلام ده في الجرايد، وبعدين راح نادي في المغرب في هذا الكلام. زي ما سيادتك عارف ان الناس اللي بتبقى مطروحه للبيع او في يناير او هذا الكلام وارد ان يكون معروض على نادي ونادي اخر واكثر من نادي، وارد الكلام ده كله. بس فاحنا ما جيناش جنب حد. وبعدين طبعا البيان المكتوب ده احنا بنرفضه تماما، لانه ده بيان تحريضي، فناس بتعلق فشلها على نادي سموحه. وانا ممكن اخد البيان ده واتوجه بيه للنائب العام، لان البيان ده فيه تحريض علينا، ده فيه تحريض علينا وفيه تجاوز. ما هو انا كنت بتكلم برضو، كنت بتكلم يا باشمهندس مع الدكتور محمود مشالي ان ده هل ده ممكن يعمل احتقان في الشارع السكندري؟ اصلا ما فيش احتقان. بص، هو بعد اذنك يعني انا مش عارف ليه كل شويه يحاولوا يجرونا في حاجات احنا ملناش دعوه بيها. مره المدير الفني يروح نادي عايز يتفرج على سموحه، وبعدين يجي الامن يمنعه، يقول لك سموحه اللي بتمنعه. علما حضرتك قبل ما الراجل ده يجي الاتحاد اتصل بينا واحنا شجعناه ان هو يروح نادي الاتحاد، والراجل موجود بالعكس، وقبل كده احنا بندخله المباراه مفيش اي مشكله. يعني بقى يعني انا مش عارف ليه يعني احنا يعني ناس بتحاول تدخلنا في جمله مفيده، احنا اصلا مالناش علاقه بالكلام ده خالص. هم بقى ربنا يوفقهم طبعا، والنجاح والفشل ده بقى بتاع ربنا ومجهودهم. طب انما ما يلقاش لوم علينا. طب جيب لي ورقه ان اللاعب رد عليهم، انا عايز ورقه واحده ان اللاعب رد عليهم، وبعدين اللاعب موجود، هم لو هم عايزين ياخدوا اللاعب ما عنديش اي مشكله، ما عنديش اي مشكله، ما عنديش اي مشكله في اي لاعب ولا في اي حاجه في اي شيء. هل حضرتك هتتعامل مع البيان يا فندم برد معين، ولا يعني حضرتك الموضوع هتلتزموا فيه الصمت؟ لا مش هلتزم فيه الصمت. البيان ده بيان تحريضي، البيان ده فيه تحريض وفيه تجاوز، واخد بالك، وانا من حقي ان انا اعمل بلاغ للنائب العام على ما ورد من كلمات هذا البيان. ما بيستندش الى اي شيء، ما بيقولش اي حاجه، بيتكلم كلام. الكلام ده ما يجبش ان هو يصدر من عن اي نادي ولا يقول كذا، والصغير والكبير والطويل والقصير والانديه العريقه والانديه الصغيره. يا سيدي انا صغير انا كبير؟ لا انا كبير بقى بحاجه، بالتزامي واحترام اللاعبين. كل اللاعبين عايزه تيجي نادي سموحه، لان نادي سموحه ملتزم مع الناس، عمره ما بيقول كلمه غلط، عمره ما بينصب على حد، عمره ما بيقول لحد كلمه مش مظبوطه. الناس كلها عايزه تجيلي وتحترمني، سواء ان سموحه صغير او كبير. لا انا كبير بافعالي، وكبير بتصرفاتي، وكبير بذكائي وبحسن ادارتي، وان انا اقدر يكون عندي موارد وعندي امكانيات. بس ادي العمليه. انما الكبير والصغير ده مش بالبق وبالكلام، وان انت تحرض كام واحد وكذا وكذا، ان انت التحريض ده ما ينفعش. وان انت اللاعب اهو موجود، لو جبت لي حضرتك ورقه تثبت ان في تفاوض مع وكيله الرسمي، لا مفيش. هم اصلا ما تفاوضوش مع اللاعب، وما يعرفوش اللاعب موجود فين، وما يعرفوش مين الوكيل الرسمي بتاعه. ولو عايزين ياخدوا اللاعب انا ما عنديش اي مشكله، اصل بدل اللاعب فيه 1000. مش قضيتي ان حضرتك مش عارف تتفاوض مع لاعب، مش قضيتي ان حضرتك مش عارف تنجح مع حد، مش قضيتي ان الناس بتيجي لغايه عندي وتقول لي والنبي انا عايز اجي نادي سموحه. دي مش قضيتي انا حضرتك. واحنا ياما سيبنا لاعبين للاتحاد وياما عملنا للاتحاد، انما انت عايز تظهر قدام الناس بمظهر شيء، ما تجيش على غيرك وما تتطاولش على غيرك. يعني بعد اذا ما تتطاولش على غيرك. ما انا سبت لعيبه كتيره جدا. طب ما هقول لك حاجه، كواكو مانسو ده او هيجي الاتحاد كان بيلعب في سموحه، قبل ما يجي يكلمني من الامارات وسالني، لانه لقى كل عنايه، قلت له طبعا الاتحاد ده نادي كبير ونادي محترم، تعالى نادي الاتحاد. ناس كتيره جدا بتسالنا، ما احنا اللي جبنا كواكو مانسو ده مصر، واحنا اللي جبناه مصر، والراجل على اتصال بيا باستمرار، وعلى طول بيبعت لي وعلى طول بيسالني، لانه ما شافش مننا الا كل خير. فاحنا لا بندخل مع حد في مشكله، ولا بنقول لحد كلمه ما بنلتزمش بيها، ولا بنعمل تصرف صغير. احنا تصرفاتنا كبيره ومحترمه، واللي بنقول عليه بنلتزم بيه. وزي ما قلت لسيادتك اللاعب موجود اهو، لو هم متفاوضين مع اللاعب اصلا وفي ورق يثبت ان في تفاوض مع اللاعب اصلا، ياخدوه معنا، ما عنديش اي مشكله، ما عنديش اي مشكله. اتمنى لك اصلا اللاعب ما ردش عليهم، لان الورق ما راحش للاعب، بيتكلموا مع واحد ملوش علاقه باللاعب اصلا. ان شاء الله باذن الله يا فندم مزيد من الهدوء كده، وبتمنى لك كل التوفيق، وبشكرك شكرا جزيلا. المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه، يعني حاولنا ان احنا نهدي القصه،